نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده. بصراحة مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار. هذا كل مش في مصلحة البلاد. علي، هل المشكل مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟ طبعا مشكل جماعي. لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كأس العالم، نعملوا فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيو في ليفل عالي كما كوب دي موند كأس عالم. بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا ديزيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش. لازم نضربوه ولازم نكسروا، لازم نعاودوا فعوض نصلحوا. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرن كاب، نفسه الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في اونجو معناها مع منتخب كيف نحن. توا لازم تحب نصلحه. وخرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، تحب تصلح. توا فما فريق تنجم تصلحه. عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما قبل كاس عالم، قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم. مش معقول هذا. كريم، دموع علي العبدي لخص كل شيء، كلام قوي. هل لديك سؤال لي؟ هو انسان ولاعب وهو تونسي وهو يحس ويتكلم باحساسه. شوف هذا ما يستحق حتى عناوين. لما اللاعب يبدا محسوس وممسوس، وضعيه صعيبه على اللاعبين طبعا، هذا ما فيش حتى شك طبعا. وضعيه صعيبه.